وهنا ثواني قليله هي اللي نقدات طائره الملك. البيلوت قدر ينزل بصعوبه بالطائره في مطار سلا. كينزل الملك الحسن الثاني وكتقام ليه المراسم الرسميه، كيستقبل الوفد وكيمشي. القصه ما كتساليش هنا. أوفقير كيشوف هذا المشهد كيطلب من سرب اخر من الطائرات يضرب المطار، والجنود ما بقاوش عارفين هما مع من. وأوفقير كان كيتسنى خبر واحد باللي الملك مات، ولكن الخبر اللي وصل ليه ان الملك حي. في ذاك اللحظه كلشي تبدل، والضباط بداو كيهربوا، الاعترافات بدات، والملك من الاول كان متاكد باسم واحد: محمد أوفقير. 12 الليل أوفقير خدا طوموبيلته ومشى نيشان قصر الصخيرات. الشيفور قال بلي الطريق كامله بقى ساكت، بحال كان متاكد من النهايه ديالو. منين وصل استقبلوا الجنرال احمد الدليمي، ومن بعد كاين روايات كثيره. الروايه الرسميه كتقول بلي أوفقير انتحر، والحقيقه كامله ماتت مع أوفقير. ولكن الحاجه اللي متاكدين منها هي ان محمد أوفقير باقي من اكثر شخصيات غموض عنده واحد الخطوره في التاريخ المغربي الحديث. الرجل بدا حياته بطل الحرب وسالا خائن للوطن، ومن بعد سنوات طويله بقات داك النظارات السوداء رمز لراجل قدر يخبي الهويه الحقيقيه على حتى اقرب الناس اليه. كانت هذه حلقه اليوم، نتلاقاو في الحلقه الجايه.